مرة تانية بنرحب بحضراتكم معانا، والحقيقة دلوقتي هنتكلم معاكم عن موضوع يعني مش جديد، الراجل والست والعلاقة اللي ما بين الاثنين ومين اللي المفروض يفهم التاني. الراجل والست كل حاجة وعكسها، طول الوقت الراجل والست مخلوقين لبعض بس مش عارفين ازاي يفهموا بعض. كتير بنتكلم على ان هل هو دور الراجل ولا هو دور الست ان هم يقربوا المسافات اللي ما بينهم. الست بيبقى اقصى طموحها ان الراجل يفهم هي عايزه ايه من غير ما تتكلم، والراجل دماغه ابسط من كده بكتير جدا جدا جدا. ما عندوش وقت ان هو يقعد يحل الغاز ويستكشف ويخطط زي الستات. الراجل عايز الست تقول له هي عايزه ايه من غير ولا لف ولا دوران ولا تجميل ولا الغاز ولا يعني منتهى البساطه. بس ده ما يمنعش ان الست لغايه دلوقتي مش عارفه كتالوج الراجل الصح ايه هو، تتعامل معاه ازاي. الست بتبقى عايزه تتدلع، والراجل ما عندوش وقت لده، او يمكن عنده الفعل اكتر من الكلام. على العموم ده الحقيقه اللي احنا هنتكلم فيه مع حضراتكم النهارده مع ضيفنا اللي قرر ان هو يدي الست روشته في صوره كتاب، اعرفي رجلك وعلمي عليه. الحقيقه الفكره في حد ذاتها ظريفه جدا. ضيفنا النهارده هو اسماعيل فؤاد قاسم، خبير علاقات انسانيه، صاحب الكتاب. الكتاب ممتع، لغته بسيطه جدا وطريفه جدا ومحببه للواحد ان هو يقراها ويتعلم منها، ولكن في النهايه هنسالك يعني خلفيتك متنوعه، يعني انت مستشار علاقات انسانيه ورائد اعمال وكاتب دارس اداره اعمال وبكالوريوس علوم سياسيه وعلم النفس وتنويم مغناطيسي وطاقه ويعني وعمل كتالوج سبع صنايع. ايوه بالظبط كده. ايه كميه الحاجات دي؟ لا يعني هو الحمد لله ان انا كان عندي الفرصه ان انا يعني اخد خبره في الحاجات دي كلها. انا مؤمن جدا بفكره ان الانسان المفروض يمشي مع قلبه مهما كان الضغوطات ومهما كانت الظروف. لو الواحد نقى الحاجات اللي هو بيحبها هيفضل طول عمره مبسوط بغض النظر عن النجاح او الفلوس اللي ممكن يعملها. لكن اكيد لو الواحد عاش حياته مبسوط وعاش حياته بيجري ورا الشغف بتاعه، الفلوس دي بتبقى نتيجه لحاجه زي كده. فانا الحمد لله من وانا صغير قوي ربنا نور بصيرتي ان انا هعيش حياتي زي ما انا شايفها بغض النظر عن اي حد وبغض النظر هم شايفين ايه اللي المفروض انا اعمله. انا هعمل الحاجات اللي انا بحبها وكل خطوه هخليها توديني للخطوه اللي بعدها. فعشان كده زي ما انت شايفه كل ما يعجبني حاجه بعملها. أيوة. طب في علاقه بقى بين كل الحاجات دي وبين الكتاب؟ ايوه طبعا. هو الكتاب اساسه هو حاجتين. الحاجه الاولانيه هي خلفيتي في الدراسه اللي هي علم النفس. لان علم النفس هي اساس كل حاجه. لان جوه افكارنا بنبني العالم كله وبنبني الطريقه اللي بنتعامل بيها مع الناس اللي حوالينا واي حاجه بنعملها في حياتنا بتيجي من جوانا. فده اساس الكتاب لان هو بيحلل شخصيات رجاله كتير وبيدي استراتيجيات ازاي نتعامل معاهم. فده الشق الاولاني. الشق الثاني هو من كتر اللف ومن كتر السفر ومن كتر التجارب خدت خبره مش موجوده في الكتب. كنت اسالك عليه بقى فكره التجارب اللي انت كاتبها، او يعني انواع الرجاله اللي انت كاتبها في الكتاب، وفكره استراتيجيات التعامل مع كل نوع. احنا اكيد هنتكلم عن ده بالتفصيل، بس جات لك الافكار دي منين او الحصيله دي منين؟ ما هو زي ما بقول لحضرتك جزء منها جاي من الكتب، جزء من بس انا عندي قدره ان انا اقرا كتاب مثلا علم نفس واقوله بالطريقه الطبيعيه اللذيذه بتاعه الشارع المصري الجميل. الجزء الثاني جاي من تجاربي الشخصيه لان انا طول عمري بحب كده. يعني انا بحب البنات جدا طبعا والستات بحبهم ككائن اكتر من اي حاجه ثانيه. فطول عمري قاعد بتفرج وبسمع، واهم حاجه ان احنا نسمع. لو سمعنا هنعرف كل المعلومات اللي ممكن تعدي ناس كتير. من خلال الفيديوهات بتاعتك على السوشيال ميديا واليوتيوب وكده، هل لقيت انك بتوصل للناس فعلا وبقى فيه قدر كبير من التفاعل الايجابي؟ يعني جدا بيعملوا اللي انت بتنصحهم انهم يعملوه؟ طبعا الحمد لله. انا كمان في ناس بتكلمني على التليفون. انا بعمل زي لايف كده مرتين في الاسبوع وناس بتكلمني من كل حته في العالم وبيسالوني في اي حاجه هم عايزين يسالوني فيها. لان انا مش بقول ان انا دكتور ولا ان انا معالج ولا انا جبت التايهه. انا مجرد واحد بسمعك وبحلل اللي انا شايفه، بقوله من اللي انا شايفه من وجهه نظري. قدرت اساعدك تاخدي منظور مختلف عن المنظور اللي هو ما بقاش ينفع يحل مشكلتك. بيبقى فيه فرصه كبيره ان المشكله دي تتحل. من الناحيه الثانيه انا الحمد لله ده كرم كبير من عند ربنا ان الناس بتثق فيا والناس انها تبعت لي الاسرار العميقه دي. انا بقى عندي مخزون معلومات عن تعمل كتب يعني. ياه ده انا مكمل ان شاء الله ان شاء الله. طب ما تيجي كده نروح للكتاب بقى اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. تمام. وتكلمنا اكتر فكره الكتاب يعني جات لك ازاي، وندخل بقى في تفاصيل انواع الرجاله.
تمام. فكره الكتاب جات لي ان انا طول عمري كان نفسي اكتب كتاب، بس ما كنتش عارف ابدا ازاي. بعدين انت اللي كتبته لوحدك ولا حد ساعدك انك تكتبه؟ لا انا اللي كتبته لوحدي. هو هتلاقي فيه غلطات وحاجات تكسف بس يعني لا هو لذيذ. بس الحمد لله يعني الاقبال حلو جدا. وحتى بالعاميه فالموضوع بسيط. ما يعني. انا بكتب زي ما انا بتكلم، فانا بكتب بالسمع، لان اللغه العربيه اكيد يعني لو هنكتب لغه عربيه في غلطات وقواعد والكلام ده كله، بس انا بكتب زي ما انا بسمع. والحمد لله في تعليق جالي كتير من الناس اللي اصلا بتتفرج عليا، اللي هم بيقولوا لي، وده بتفرق معايا بتبسطني جدا، ان هم بيقولوا لي احنا بنقرا الكتاب بصوتك. فدي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. طب قبل ما نجاوب على رضوى، لان نجاوب سؤال رضوى مهم، انت كاتبه للرجاله ولا كاتبه للستات؟ بامانه والله كاتبه للاثنين، وعلشان كده سميته الاسم المستفز ده، علشان يعني يثير فضول. طبعا البنات والستات هيبقوا اعرفي راجلك ممكن يبقى كفايه، بس علمي عليه، ده هيستفز الرجاله ان هي لا عايزه تقرا تشوف انا بقول ايه. لما يفتحوا الجزء الاولاني من الكتاب هيلاقوا ايه ده، الله ده بيقول حاجات احنا عايزين نقولها بجد. فانا كل اللي انا بحاول اعمله، بس هو موجه للستات يعني، طبعا اساسا هو موجه للستات، لان الست اللي لازم تاخد اكشنز. لان هو في سبب كبير لكده، لان الستات هي اللي عايزه تسمع وعايزه تعرف، وانت ما تقدريش مش بنفس الكتاب الجاي لازم يبقى للرجال اكيد ان شاء الله. لا يعني اكيد باذن الله، يعني دي حاجه من الحاجات اللي انا حاططها على اولوياتي، لان انا بعمل فيديوهات للرجاله برضو في الحته دي. انا بس مش بتكلم عن العلاقات برضو اللي هي بين الستات والرجاله، انا بتكلم عن تربيه الاطفال، وبتكلم عن علاقه ما بين افكارنا وافعالنا وحياتنا. طب اسماعيل، عايزين ندي كده فكره للساده المشاهدين. انت حاطط كذا نموذج لكذا راجل، الفاشونيستو في حاجات بقى مواكبه للعصر، يعني حاجات ظهرت مع السوشيال ميديا، والمراهق، ويعني والشكاك والقلوق، لا والالماظه الخام. لفت نظري الالماظه الخام ده. عارفه لما تبقى في واحده صاحبتك مع حد، وكل الناس اللي حواليها وبيقولوا لها ايه يا بنتي البني ادم اللي انت ماشيه معاه ده، او اللي انت تعرفيه ده يعني. بالظبط، ايه القرف اللي انت معاه ده، محدش شايف غيرها اللي ورا العبل اللي احنا شايفينه. فبيبقى في شخصيات ساعات بيبقى شكلها الخارجي يعني كله غريب كده، زي الالماظه الخام، بتبقى حواليها الطين والعبل اللي حواليها ده كله، لكن هي بقى بتبقى شايفه ان ورا الطين والعبل ده كله في الماظه خام، انا هعرف اطلعها. هي فبقول لها الوحيده اللي عارفاها. ربنا يوفقك. مش اكيد بتطلع، هي دي المشكله. لكن هي من وجهه نظرها شايفه الحاجه حلوه. في انواع ايه تاني؟ نتكلم كده عن في الاناني. الاناني ده نوع موجود يعني بكميه كبيره جدا، وده بيبقى اساسه في التربيه في البيت. ونوع ولا صفه؟ يعني الانانيه دي معاكي حق، بس انا بسميهم انواع، لان انا يعني بشوفها بالطريقه دي، لان عارفه زي ما بيبقى في النوع الراجل ده بيعمل كده، يبقى انا عارف ان هتوقع منه ده الغالب عليه. يعني منطقيا هي مش انواع، هي طبعا انماط شخصيات، لكن انا بسميها كده يعني كنوع من، عشان انا بفكر كده، يمكن ما فكرتش في الحته دي قبل كده. المنغلق على ذاته والغامض والشكاك. ماله الواحد يعرفهم ازاي؟ بالظبط، ادينا كده هنتس عن الانواع دي. يعني المنغلق على ذاته ده اللي هو يعني اللي هو بيبقى مهتم بنفسه قوي، اللي هو الدنيا تلف حواليا انا، اللي هو توجهي لي انا الكلام، اللي هو لو مش هتتكلمي عليا مش عايز اسمعك اصلا، اللي هو انجليزي كتير في النص، مش كلمات 3 كلمات، لا انجليزي يعني فاهمه، اللي هو عايز يبان ويلمع كده طول الوقت، ودايما تحسي نفسك ان انت في يعني في الخلفيه لو كنت موجوده اصلا. الشكاك هو الشكاك اللي هو يعني الشكاك اللي هو طول الوقت مهما عملتي انت حاسه ان هو شاكك فيكي، يعني لدرجه ان هو ممكن يوصلك يعني حضرتك انا ماشيه زي الفل، انت ليه بتحسسني ان انا وحشه يعني؟ فاللي هو تليفونك يرن، يجي لك مسج، تروحي لماما، اي حاجه بتحصل في حياتك هو مش مستريح لك، فطبعا ده عيشه صعبه جدا يعني. طبعا تخليكي في الاخر انت عايزه تدي له سبب. او عندك الرومانسي والفرفور كمان، والنمس كمان. في 27 شخصيه. النمس ده اصعب الشخصيات ايه؟ طيب قول لنا. اصعب شخصيه هي شخصيه الجاحد، والشخصيه المؤذيه، الشخصيه اللي بتمد ايديها، الشخصيه اللي بتضرب، الشخصيه اللي بتكسر فيكي، الشخصيه اللي بتكسر مقاديفك، الشخصيه اللي بتمنعك من انك تخرجي، انك تسافري، انك تشوفي العالم، انك يبقى ليكي حياه، في الاخر ما يديهالكيش هو. يعني عارفه في ستات عندها الاستعداد ان هو اوكي انا هضحي بكل حاجه عشان خاطرك وعشان خاطر البيت، طب بس خلي البيت بقى مكان جميل، لكن اللي بيعمل كده عمر ما البيت بيبقى مكان جميل. طب اقرب شخصيه بقى لقلبك من اللي كتبت عنهم دول، او انت حاسس نفسك حتى اقرب ليه؟ انا فيها كتير من الناس دي يعني وده اللي انا كنت عايز اقوله، هو ما فيش راجل شخصيه واحده، يعني
هي الشخصيات دي كلها احنا ممكن ناخدها في مراحل معينه في حياتنا، او ممكن ناخدها مع شخصيات معينه، او ممكن ناخدها في مواقف معينه. انا شخصيا يعني ما تكسفنيش بقى. طب يعني انت حاطط استراتيجيات كمان للتعامل مع كل شخصيه. ايوه. لو الرجاله كل ال 27 شخصيه دي في بعض، انت بتصعبها عليا انا قوي كامراه ان انا اتعامل، يبقى عندي استراتيجيه لكل شخصيه من هذه الشخصيات. هو انا مش الهدف من الكتاب ده ان انا اخليكي تتعاملي، انا عايزك تعلمي من بعيد. ليه؟ لان اكبر مشكله بتواجه الستات والبنات اللي قبل ما يتجوزوا او يرتبطوا ان في قناع بيتلبس من الرجاله، طبعا في قناع بيتلبس من الستات طبعا. بس الاذى بيبقى اكبر بكتير لما واحده بتعرف حد مش عارفه حقيقته ويرسم لها صوره معينه جميله جدا عنه، وبعد كده ما تبقاش عندها المعلومات الكافيه، او هي اللي تخلي نفسها تعمي نفسها بنفسها، او بالظبط ما تشوفش، ما تبصش على الحقيقه، او من كتر ما بتحبه وهي مش عايزه تشوف ده. صح بالظبط. او لا، مش هي بتحبه، هي بتحب فكرته، هي بتحب الصوره اللي في دماغها عن الحلم الحاجه اللي هي رسمها بالظبط، اللي هي اتعلمته من الصغر. البنت برضو معذوره في العالم العربي، بتتولد كل هدف حياتها لما تروحي بيتك، لما تروحي لجوزك، يا طب انا عايزه اسافر، طب انا عايزه اشتغل، طب انا عايزه لما تتجوزي تروح بقى تتجوزي تعمل فيها ايه. ده اللي احنا بنحاول نحمي البنت منه، لانك تقدري تعرفي الراجل ده ماشي في انهي اتجاه من العلامات اللي مش واضحه، العلامات اللي بتبقى ما بين السطور. ايوه، فاعتقد ان شاء الله يساعد زي مؤشر كده او جرس انذار يعني. بالظبط، يعني لو شفتي حد بيعمل كده، لو شفتي حد بيقول كده، لو شفتي حد يعني دي شخصيته، اعرفي ان في حاجه ورا ده، فتخلي بالك. رائع رائع. حقيقة يعني انه كتاب لذيذ جدا يا جيسي، احنا بندعو كل المشاهدين هم يتابعوه ويقروه. نورتنا يعني نورتنا بجد والله. اشكرك على وجودك معانا. كتابك ممتع وطريف، وانت حتى كمان عندك كاريزما في الحديث عنه. ميرسي يا جماعه بجد، يعني انا كده كل الاسبوع في فرحه ان شاء الله. يا رب دايما. ميرسي جدا اسماعيل فؤاد قاسم، وكتاب اعرفي رجلك وعلمي عليه. احنا في انتظار النسخه القادمه، اعرف امرأتك بالظبط وعلم عليها. وعلم عليها خلاص ان شاء الله. هو ناقص يعلم عليها. هو اوريدي معلم. نشكرك يا اسماعيل جدا. شكرا. هنطلع لفاصل ونرجع مع فقرتنا الاخيره في بيت السفيره عزيزه.